السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الروتين ده هسميه روتين بريحة زمان. الناس كانت بتستنى يوم الأجازة اللي هو يوم الجمعة. كان ليلة الخميس والجمعة كانوا العيلة بتتجمع مع بعض ويسهروا يوم الخميس ويبقى صباح أجازة، يقعدوا بقى يحكوا حكاوي مع بعض، وكانوا بيعملوا حلويات ويسهروا. يعني يوم الجمعة أو ليلة الخميس كان بيبقى يوم مميز زمان، يعني كل حاجة زمان كان بيبقى لها طعم وشكل تاني. كفاية لمة العيلة وحب الناس لبعض. يعني بصراحة كانت بتبقى أيام جميلة، يعني الواحد بيشتاق لزمان. كانوا بقى يوم الجمعة يعملوا الفول والطعمية ويقلوا بطاطس والبيض، وساعات بيعملوا جبنة حاد أو يتجمعوا. فاكرين بقى الكفتة اللي أنا كنت مفرزاها معاكم، اللي هي الكفتة بالرز؟ طلعتها. ما هو أنا بقى لازم أن الروتين كله يبقى كده أكلات زمان. زمان في الأفراح كانوا بيعملوا الكفتة بالبطاطس وبالثوم. طلعت الكفتة وقطعت بطاطس مكعبات وجبت حلة على النار، قطعت فيها فص توم. عايزة تكتري التوم براحتك. حطيت الصلصة وبعدين حطيت ملح وكمون، وبتحطي البهارات اللي انت حباها. انا هخلي الكفتة تاخد غلوتين كده، وبعدين هضيف البطاطس في الاخر علشان البطاطس ما تتهريش في الاول. بعد كده كنت غاسلة الرز كويس جدا، وكمان هعمل رز حبة وحبة زي زمان. شوية رز متحمرين مع الرز عادي، بيبقى ريحته مش قادرة اقول لكم. الرز حبة وحبة بيبقى ريحته حلوة جدا. المصريين بس هم اللي هيشموا الريحة دلوقتي وهيعرفوا اللي انا بتكلم عنه. هحمر شوية رز مغسولين متصفيين. تحمري الرز يا اما في زيت يا اما زيت وسمنة زي ما تحبي، وبرش عليهم رشة من الملح. اول ما الرز اخد معايا اللون الذهبي ده، ما يكونش غامق قوي، خلي بالك لا يتحرق من. جبت بقى ميه سخنه، لازم تسقي الرز ميه سخنه علشان يبقى مفلفل معاكي. غطيت الرز بالميه. ما تقلقيش مش هيعجن ولا اي حاجه، بس انت لازم تكوني فاهمه الرز اللي انت بتتعاملي معاه بياخد ميه قد ايه علشان ما يتعجنش. هو الطبيعي كوبايه الرز المصري قصادها كوبايه ميه عاديه. هخلي الرز يغلي، وبعد كده ههدي عليه النار، اسويه على نار هاديه. ضفت البطاطس مع الكفتة، هسيبهم بقى يستووا. شايفين الرز مفلفل وجميل؟ في الاخر خالص هضيف كده معلقة زبدة على وش الرز واقلبه مع بعض. هيخلي الرز مفلفل وريحته حلوة جدا. وفي تركاية كمان او تكاية كمان، ممكن تحط شوية لبن على الرز ده، هيخلي معاك الرز ريحته تحفة. كان الاكل استوى معانا وفرغنا. اللي عاوز، يعني احنا بنفرغ على القد، واللي عايز ياخد تاني بياخد. بس انا بوريكم حاجة يعني ايه بسيطة. يا رب يكون كده الاكل الفلاحي ده والاكل بريحة زمان عجبكم. شايفين الكفتة مستوية؟ وبصراحة الاكلة دي مشهية جدا. وزي ما قلت لكم زمان في الافراح كانوا بيعملوا كفتة برز بالبطاطس بقى، قبل دلوقتي بقوا يجيبوا طباخين ومش عارفة ايه. بصراحة مش حابة موضوع الطباخين ده خالص. انتي لما يكون عندك فرح او مناسبة بالعكس، او عزومة، الواحدة بتحب تطبخ بايديها، بيبقى الاكل حلو وبتبقي مبسوطه كمان، وربنا بيعينك وبتاخدي اجر وثواب عليه. ربنا يرزق الجميع يا رب. شايفين بقى الجمال؟ الرز مفلفل وجميل بصراحه، ريحته وطعمه حلو قوي. الفراوله بقى اللي انا كنت جايبها معاكم غسلتها. ما تيجي تغسلي الفراوله تسيبيها في الميه شويه، عشان بيبقى فيها رمل واتربه وكده. بتسيبيها في الميه شويه، وبعد كده لما تيجي تنشيلها من الميه، ما تصفيهاش مره واحده، شيلها من الميه. هتلاقي التراب اللي فيها او الرمال اللي فيها بقت في الميه لوحدها. كنا بنعمل برضو كوكتيل. كنا بنقطع كده فراولة على موز. كان بيبقى يعني حاجة حلوة. يعني انا عاوزة الروتين كله يا جماعة كده تشموا في روايح زمان واحنا صغيرين حتى على الاقل. قطعت الفراولة، جبت كده بولة صغيرة او اي طبق عندك، هقطع الفراولة مكعبات. ممكن تقطعيها كده مع بعضها وترشي عليها سكر وشوية مية. بس انا هجيب الكبة اخدها ايه، يعني ايه، طحنه واحده كده في الكبه. انا عاوزاها خشنه، مش هعملها عصير، يعني مش عايزه عصير. انا هسيبها ايه، يعني محتته شويه كده. ممكن تهرسيها برضو بالكوبايه وهي كده، بس انا هاخد ده ايه، يعني ايه، ضربه واحده بس، واحط عليها سكر بسيط واحط عليها شويه ميه. الكوكتيل ده كان زمان حاجه حلوه قوي. ريحه الفراوله كده مع الموز، يعني بيقولوا عليه دويتو حلو كده، او ميكس حلو يعني. رشيت بقى شويه سكر، ما تكتريش السكر على الفراوله. جربي كده بقى الكوكتيل ده.
حاجة يعني حاجة عظمة بصراحة. يعني أنا بشم دايما في حاجات كده بعملها بتخلينا أشم يعني أيام زمان واحنا صغيرين، يعني في مرحلة كده عمرية من المراحل يعني كان في حاجات زي كده يعني بصراحة زمان يا ريت الزمن يرجع. الناس كانت بتحب بعض، يعني الجيران بيوت كده كانت مفتوحة على بعضها، الجيران كانوا بيبقوا عندك طول النهار، اللي يعوز حاجة يجي ياخدها منك، محدش كان بينكر حاجة من حد، كانت البركة موجودة والخير كان موجود. ولكن الخير برضو والبركة موجودة دلوقتي، ولكن الناس هي اللي منع، اللي هي اللي منع بصراحة يعني لأني كل حاجة موجودة. يعني ربنا مش مانع حاجة عن حد خالص، بالعكس الناس هي اللي بتمنع، فالبركة بتقل عندك. تصدقوا يا جماعة، الصدقة يعني عايزة اقول لكم الصدقة دي من الحاجات الحلوة. مريض تصدق، اي حاجة اعملي كده عادة شهرية تصدقي بيها. ممكن تعملي وجبات تخرجيها، ممكن تخرجي فلوس تصدقي على قدك. الصدقة من الحاجات، من الأعمال الخيرية الجميلة جدا وبتؤجري عليها. يعني الأموات نفسهم يرجعوا الدنيا علشان يعملوا صدقة. اعملي كل عمل خير يقربك من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الدنيا دي دنيا فانية، ما دايم غير وجه الله سبحانه وتعالى. والآخرة خير وأبقى. خليكوا فاكرين كده، عملك الصالح هو اللي هينفعك، محدش هينفعك. ما تتكلميش على حد بطريقة وحشة، الغيبة والنميمة خلي بالكم منها. بدل ما تضيعي وقتك مع فلانة وعلانة بتتكلمي وإياكي بقى. برضو عايزة أقولك على حاجة، لما تكوني متغاظة من واحدة ما تروحيش تتكلمي عليها مع حد. طالما انتي ما بتتكلمهاش او زعلانة معاها، يا ريت ما تتكلموش على بعض. من عمل يعمل ولو بعد حين. على فكرة هتعملي خير هتلاقيه، هتعملي شر هتلاقيه. مش هتروحي عند ربنا غير ما تدوقي من نفس الكاس اللي سقيتي غيرك بيه، زي ما بيقولوا. اللي انت هتعمليه هتحصديه في دنيتك قبل اخرتك. على فكرة اتكلمتي على واحدة بطريقة وحشة، هتلف الايام وهيجي اللي هيتكلم عليك. عملتي خير هيعود لك. الكلمة الطيبة صدقة. كل حاجة بتعمليها فيها بتقعد، فلازم أن تكوني رقيبة على أفعالك وأقوالك، لأن محدش هينفعك. انتي هتقفي قدام ربنا لوحدك، محدش في الدنيا دي خالص هينفعك. اعملوا خير، حبوا الخير للغير، حبوا الناس من قلبكم. أختك حب لها الخير، جارتك حب لها الخير، صديقتك حب لها الخير. ما تستكتروش حاجة على بعض. عندك مقدرة تدي غيرك ادي. لو شايفة حد محتاج وانتي عندك مقدرة تديله اديله، لا ينقص مال من صدقة. يعني كل عمل يقربنا من ربنا افعلوه، لان ولادنا بيشربوا مننا برضو. علمي اولادك على انهم يحبوا الخير لغيرهم. تصدقوا على اعمال الخير وفعل الخير. الصلاة في اوقاتها، العبادات. العبادات نركز فيها. اوعي يومك يعدي كده بدون اي عبادة او طاعة لله عز وجل عملتيها في يومك. قبل ما تنامي حاسبي نفسك على اخطائك، والخطأ اللي انت عملتيه النهاردة ما تكرريهوش تاني. يعني حاسبي نفسك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. انت راقبة على نفسك فهتتحاسبي، كده كده هتتحاسبي عند ربنا. فحاسبي نفسك علشان ما تكرريش نفس الغلط اللي انت عملتيه. انا النهارده مثلا انا عملت صدقه النهارده، الحمد لله، هتلاقي نفسيتك مرتاحه. انا عملت عمل خير النهارده، انا جبرت بخاطر فلانه النهارده، انا رضيت ولادي النهارده، انا رضيت حماتي بهديه، بالكلمه الحلوه، جبرت بخاطر اطفال عندي في البيت. يعني جبر الخواطر من اعظم العبادات. كل اعمال الخير انت بتؤجري عليها. انت لما تقفي في المطبخ وتعملي اكل لاولادك انت بتاخدي عليه ثواب كبير جدا. بتبقى الام تعبانه ومش قادره تعمل اي حاجه، ولكن بتقفي غصب عنك بتعبك وبتعملي، تحسي ان اللي في البيت مش مهتمين ومش مقدرين تعبك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اللي هيجازيكي ويديك الاجر والثواب هو اللي حاسس بيكي. فما تزعليش من اللي حواليك، خليكي دايما احسن، وخليكي افعل الخير، افعلي الخير هتؤجري عليه. ربنا مش نسيكي، ربنا شايفك وبيبعتلك برضو اللي يكبر بخاطرك. ما تفكريش ان اللي عايشين معاكي سواء زوجك او ولادك مش حاسين بيك. كفايه ان ربنا سبحانه وتعالى حاسس بيكي. يعني انتوا عايزين ايه يا جماعه تاني اكتر من كده؟ ان ربنا جابر للخواطر. عوض ربنا بيكون احسن من اي حاجه في الدنيا.
وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. يعني انا حاولت كده ان انا اتكلم معاكم شويه، احنا كلنا بنتعلم من بعض، ويعني مفيش حد احسن من حد، كلنا يعني سواسية، يعني كلنا زي بعض بس بيبقى في واحد بيحب يعمل الخير وواحد بيحب يعمل الشر، فربنا يهدينا جميعا يا رب. انا عايزاكم تحبوا الخير لبعض، اهم حاجة نتمنى الخير لبعض، ما تستكتروش حاجة على بعض، وربنا يديم المحبة ما بين الناس اجمعين يا رب. شوية بقى الكوكتيل اللي فاضوا كده انا هسيبهم في بولة في التلاجة، واللي عايز يبقى ياخد تاني. بجد الكوكتيل ده رائع يا جماعة، جربوه واحنا داخلين بقى على الصيف، وبصراحة بنحتاج الحاجات دي كتير. ماشي، تعالوا بقى كمان في حاجة هنعملها، كانت بتفكرني بزمان برضو كده، بس ايه كانوا بيعملوها بقى في العيلة، كانت بتتلم كده والفرن الفلاحي. هنعمل قرص، هعمل كيلو دقيق بس قرص نواعم كده ودايبة في البق كده، حاجة كده تحفة بصراحة. هجيب كيلو من الدقيق، انا ممكن ابقى انزل لكم الوصفة دي في فيديو لوحدها، لاني في الروتين يعني مستقل الوصفه، يعني ممكن تتوهي او ممكن المقادير مش ببقى مركزه قوي، لاني ببقى بتكلم معاكم في مواضيع تانية. انا بس حابه اقول لكم يعني اعملوا اي حاجه كده مع اولادكم، وافتكروا زمان. انا بحب قوي احكي لاولادي حاجات من زمان، انا مش كبيره قوي يا جماعه على فكره، انا مش كبيره قوي ولكن بحب دايما زمان، لان زمان بالنسبه لي ذكريات جميله. زمان كانت العيله بتتجمع لما يبقى في فرح او حاجه مناسبه عند جارتي، كانت العيله كلها بتتجمع، وكانت الناس فعلا كانوا يحبوا بعض كده من قلبهم. قبل الفرح، قبل ما يبقى مثلا ايه جارنا عنده فرح، جارتنا عندها ابنها يتجوز، والله قبل الفرح بشهر كانوا بيتجمعوا ويقعدوا كده يعني ايه يهيصوا مع بعض كده ويفرحوا، ويعملوا كحك. يعني كان زمان العريس بيعملوا له كحك والعروسه بيعملوا لها كحك. دلوقتي على فكره يعني الناس قلت الخير في كل حاجه، ليه روح تشتري كحك؟ انت كيلو دقيق يعمل لك شويه قرص حلوين، وكيلو دقيق يعمل لك شويه كحك حلوين. ليه ما نعملش كل حاجه في البيت يا جماعه؟ على فكرة الحاجة في البيت بتوفر عليك كتير. بس عايزة اقول لكم، كان في فرن فلاحي كده زمان، كانوا بيعملوا فيه يعني هم بيولعوه مرة واحدة، يخبزوا العيش الملدن ده او العيش الفلاحي. في ناس المصريين والصعايدة الحلوين العسلات دول هم اللي بيحبوا الحاجات دي قوي، المخبوزات والعيش الفلاحي والعيش الشمسي. هما بيعملوا الحاجات دي على طول. عامة في مصر الفلاحين الحلوين دول عندهم خير بصراحة، يعني ربنا يزيدهم يا رب من نعيم. كانوا بيولعوا الفرن، يعملوا رز معمر في الفرن الله، وطاجن اللحمة بالبامية والبطاطا كانوا يشوها في الفرن، والفطير، ويعملوا والعيش والقرص. عايزة اقول لكم الفرن الفلاحي في ناس عارفاه وناس مش عارفاه، بس المصريين كلهم عارفينه. يا انا كنت لما بلاقي حد بيخبز كنت بروح اقعد جنب الفرن كده، يعني بجد يا جماعة حاجة حلوة قوي بجد. يعني لو عرفت يعني لما انزل مصر كده لو لقيت حد بيخبز في فرن او حاجة هصوره لكم، بجد حاجات حلوة قوي يا جماعة بجد. يعني اللي مزارش مصر يا جماعة يزورها، اللي مزارش مصر فايته كتير، انا بقول لكم فايته كتير قوي. مصر جميلة، ومصر ام الدنيا، مصر جميلة بكل حاجة. يعني ربنا يا رب يصلح حالهم، ويصلح حال الناس، ويصلح حال العالم كله. يعني الواحد بيتمنى الخير للعالم كله، يعني كل واحد بيعمل حاجة كويسة هتقعد له. عملت بقى القرص، والله العظيم انا عايزه اقول لكم كيلو الدقيق ده عمل حوالي 40 قرصة صغيرين كده. انا ما حبيتش اكبرها، بس القشطة كانت مخلياها دايبة وجميلة، يعني حلوة قوي، بجد كانت حلوة قوي وعجبت اللي في البيت. وكنت عامله معاكم قبل كده اللي هي المخبوزات اللي هي بالعجوه، المره دي قلت هعمل القرص ساده. كانت بقى يعني خمرت ودخلتها الفرن واستوت زي ما انتوا شايفين كده، وكانت اموره اهي وحلوه، وشكلها بيتكلم عن نفسها. يا رب يكون الفيديو اللي هو بريحة زمان ده عجبكم، واللي عنده اي، انا بحاول كده ادور على وصفات كده يعني فلاحي كده، او وصفات كده تفكرنا بزمان. زمان كان الاكل حلو، كانوا بيعملوا رز بالبيض، كانوا بيعملوا ويسووا رز المحشي ده ويحطوا عليه بطاطس او بيض، يعني حاجات حلوة كده. ممكن بقى تفتحي القرص كده وتحطي فيها، يعني نزلناها حاجة حلوة. طبعا انت هتعملي الحجم اللي انت عايزاه، شايفين من جوه هشة وعاملة ازاي،
والله يا جماعة حلوة قوي قوي. ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو منفصل لوحدها علشان تبقى المقادير واضحة قدامكم. في اخر اليوم كده بقى او في يوم تاني، كل يوم امسكي ضرفة من المطبخ نضفيها، ما تجهديش نفسك في شغل خالص. جبتي كده ضرفتين على بعض فيهم البرطمانات اللي هي مثلا بتاع الشاي واليانسون والسكر والحاجات دي. بحب احتفظ انا بالبرطمانات وبحط فيها اي حاجة. هنضفهم. نضفت الضرفة كده وبدأت ان انا اظبط الضرفة والبرطمانات اللي فيها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والافكار اللي في الفيديو عجبتكم. انا ساعات كده بتلخبط وانا بتكلم، بس ايه، احبكم في الله الذي احببتموني فيه. يا رب دمتم في رعاية الله وحفظه وامانه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. خلي دايما عندكم ينسون وشاي اخضر ونعناع. الاعشاب الطبيعية دي حلوة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.